بيكم حلقة جديدة من فنجان قهوة، وكل سنة وانتم طيبين يا رب بمناسبة عيد الفطر المبارك. يا رب يكون عيد سعيد علينا كلنا وعلى كل الأمة الإسلامية وعلى البشرية كلها إن شاء الله يا رب. ودايما في برنامجنا بنحاول نتكلم على الحاجات الإيجابية. عشان كده بمناسبة برضو العيد مهم جدا احنا نتكلم على الروابط الأسرية والعلاقات وتأثيرها على حالتنا النفسية وعلى الإيجابية اللي احنا بنبقى فيها، لأن مؤكد ان الروابط الأسرية والعلاقات الكويسة طبعا، مش العلاقات اللي هي بيبقى فيها مشاحنات او العلاقات الغير سوية، العلاقات الكويسة اللي احنا بنحافظ عليها دايما بنحاول نحافظ عليها، اكيد ليها تأثير ايجابي على نفسيتنا وعلى صحتنا النفسية. زي ما دايما بنقول احنا دايما بنحاول نحافظ على توازننا النفسي، وده مش هيحصل غير بالعلاقات والروابط اللي بينا. اهم حد طبعا هم الأسرة واللي حوالينا والاهل والاصدقاء المقربين، فمهم جدا ان احنا نحافظ على العلاقات دي. ومهم قوي دايما بيبقى في الاعياد والمناسبات ان بتبقى الفرصه اللي هي بنحاول نعمل بيها ده، اللي ما بنودوش بنوده في الاعياد وفي المناسبات. احنا حتى نفسنا كأسره يعني مهم جدا ان احنا نتجمع، لو ده مش بيحصل طول السنه بيحصل في رمضان وبيحصل في الاعياد. عشان كده عايزين نناقش النهارده الروابط الاسريه وتاثيرها على صحتنا النفسيه وحالتنا النفسيه، لانه للاسف بقينا في السنوات الاخيره وفي يعني في العهود بقى الاخيره شويه بقت للاسف حاجه يعني بنصارع ولادنا فيها والاجيال الجديده، وحتى الناس نفسها بدات تبعد عن بعض، حتى اللي كانوا مقتنعين ان ده مهم بدا يبقى فيه بعد كده. وبدات كمان التكنولوجيا تزود ده، والمواقع التواصل الاجتماعي بدات تزود البعد عن الناس، ما هياش تواصل اجتماعي ولا حاجه، هي بقت تباعد اجتماعي. فعايزين نعرف نعمل ايه عشان نرجع ده، واهميه الروابط الاسريه دي على صحتنا النفسيه. هنفهم كل ده من ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده دكتوره امل شمس، استاذ علم الاجتماع. اهلا بيك يا دكتور معانا، وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه، وعيد سعيد علينا وعلى مصر وعلى العالم كله. في البداية يا دكتور عايزين نفهم أهمية الأول الترابط الأسري دي والروابط اللي بيننا وبين الناس اللي حوالينا، بالذات المقربين كمان، لأن أكيد الأولى طبعا اللي هم المقربين اللي حوالينا والأصدقاء المقربين أكيد ليها يعني تأثير نفسي علينا. فعايزين نفهم أهميتها إيه على صحتنا النفسية. هو الطفل ما بيتولد مين اللي بيشوفه أول حد في العالم كله؟ الأسرة. صحيح. الأم والأب، هم دول الدايرة اللي بتحسسه بالأمن، بتحسسه بالوجود، بتقول له احنا بنسندك، احنا معاك. وبتبتدي تقوم بدورها في انها بتربيه. يبقى دول اقرب ناس ليه، هم سبب الوجود التاني، صح؟ فبالتالي بتبص تلاقي بقى التكنولوجي زي ما حضرتك قلتي في المقدمه، التكنولوجي تاخد الولاد مننا للأسف، تاخدهم مننا. والمشكله خلي بالك كمان ان احنا اللي بنساعدها على كده وبنساعد ولادنا على كده. في أمهات بتشغل ولادها بده ده عشان بتشغل. يحلوا عنها. خلي بالك احنا بنساعدها بطريقتين اتنين. ان انا ببقى قدوه ومثال ليه، هو شايفني طول الوقت عمال بتفاعل، بتكلم على التليفون يعني او على الايباد، اي ما يكون الوسيله اللي عندي، فهو شايفني نموذج قدامه، فهو عايز يكبر ويبقى زيي، يعمل زيي. ده غير ان هي مش فاضيه له اصلا، ده فبيشغل نفسه. تاني حاجه بقى، ان هو حس ان دي اللي بقت قريبه وكلوزد جدا ليه، وهي دي الاداه، دي حبيبه او حبيبته للام او للاب، وهم سايبيني وانا بعيد، انا كم مهمل، انا مالياش دعوه. الكلام ده ممكن الطفل احنا بنظن ان الواد مش بيفهموا هم صغيرين، لا، الطفل بيفهم بدليل انه اما بيتولد بعد شهر بيقدر يميز صوت مامته، بيعرفها. اما بيشوفها جايه بيبص عليها، خلاص هو عارفها، يعني عنده قدر من الذكاء انه يدرك. فمش شهور القليله الاولانيه، السنه الاولانيه، السنتين، على ابتدى بقى يتعلم ويعمل له رصيد تراكمي من التعليم، خلاص هو اقتنع كليا عند السنتين اللي انا شايفاه لسه بيتعلم. لا، هو اتعلم حاجات كتيره قوي في الوقت اللي فات، اقتنع كليا ان الهدف الاسمى للاب والام وهم قاعدين في البيت انهم بيتواصلوا قدر كبير من الوقت، مش هقدر اقول كل الوقت، وانه هو عايز يبقى زيهم كده يتواصل، وهيبقى له علامه المنفرد، لان انتوا مش مهتمين بيا ومش واخدين بالكم مني، وانا مش بالنسبه لكم اولويه، الاولويه بالنسبه لكم هو هذا الشيء. صحيح. فهو اتعلم الحاجتين دول، فهو بسرعه بيجري بقى بخطى متسارعه، خلينا احللها نفسيا واجتماعيا، لانه عايز ينضم لهذا العالم اللي الكبير بتاعي، اللي هو النموذج بتاعي والقدوه، عايش عليه على طول. فانا خلاص، انا هقول لك ايه، مش هقول لك جيناتك، انا خلاص حطيته في القالب ده. وارجع اقول ايه،
هو الولد على طول قاعد ليل نهار او البنت قاعده ليل نهار على التليفون، هو شايفني حضرتك، ما هو انت علمتيه انه يعمل كده. وبعد بالظبط. ما علمتيه بقى خلي بالك، بقى يجي في الاوقات ياخد مني التليفون عشان يلعب على حاجه، فانا لا احنا هنريح دماغنا ونجيب له تاب ولا نجيب له تليفون للاسف. عشان يبقى له شخصيته المستقله وينفرد بقى بهذا الوباء يعني. مم. فانا بقى دي ثالث خطوه ابتديت أنا باديه معاكي من هو حتى يا دوب سنه سنتين، جبت له بقى ده عشان يبعد عني واشوف انا شغلي واقعد اعمل النميمه والدردشه على التليفون، او ان انا بشتغل، ممكن اكون بشتغل بس هو لسه ما عندوش المخزون المعرفي انه عارف ان انا بشتغل. يعني صحيح. انا ممكن ادي محاضره التليفون او على اللابتوب او ايا ما يكون، هو مش عارف ان انا بشتغل، هو شايفني منشغله عنه وبتكلم، فمش عارف يميز. فانا اقوم جايه جايبه له جهاز تاني بقى، اقول له ايه، طب خلاص عيش حياتك بقى، خد دي الجهاز بقى اللي ده. بشغله قصد عشان ده يبعد انا عني. بشغله بقى كمان وارجع تاني اقول ايه، هو مش بيقعد معانا ليه؟ عشان حضرتك اديتي له عائله بديله، مم. اديتي له عائله بديله. ما هو ايه اللي بناخده من العيله؟ خلينا نقول الاهتمام، صح؟ صحيح. وان انا بسال عليك، انت عايز تاكل دلوقتي، انت زعلان من ايه، انت ايه اللي بسطك، انت عملت ايه في المدرسه، عملت ايه في الجامعه، انت لبسك كده حلو، لا لبسك كده اوفر، يعني مش بنعمل بكلامنا مع اولادنا ان احنا بنوجه بنعلم، بنقول ده صح ده غلط، بندي قيم، صح؟ صحيح. انا ما بقومش ده كله بقى وسايباه هو في بديل. لو هو كبير شويه هينزل بروجرام للاكل للمشي، هو هيعيش بقى خلاص، هو مم. في بديل تماما. طب لو هو صغير شويه ودي الخطوره، هو راح حته تانية خالص بقى. للأسف. هل دخل اماكن كويسه، اماكن، شوف انا بقول اماكن على انها فيزيكال، هي مم. اماكن فعلا. هو صحيح. هيزور العالم كله، هيدخل على ثقافات مختلفه، هيدخل على وجهات نظر مختلفه، على اخلاقيات مختلفه، انا فتحت له الباب. مم. طيب ما هو انا لازم ارجعه تاني الحضن، عشان انا الاساس، عشان انا اساسا اللي بقوم بالتربيه، انا اللي بعلمه، انا اللي بحبه. انا اكتر حد في العالم، هتكلم بلغه كل ام وكل اب، الاسره، انا اكتر حد في العالم عايزه يبقى في احسن حال، عايزه يبقى سعيد، عايزه يحقق امنياته واهدافه، عايزه يحقق كل حاجه. مم. فلازم وده الموضوع، ان انا ازاي ارجعه بقى لحضني. في اول حاجه خالص واحنا بنتكلم، هو انا الطريق اللي انا وديته ليه، رجاء يا كل ام لو عندك طفل صغير بدايه من شهور، من فضلك راعي الوقت اللي يبقى فيه منتبه، ان هو يبقى انت عايشه معاه، مم. انت عايشه معاه. ليكي وجود حقيقي، مش موجودة بجسمك خلي بس بالك بالظبط، وخلاص. خلي بالك نفسيا لغه الطفل بتتطور من كلامي معاه، هو مش بيتخلق بيتكلم، مم. ده الكلام هو عنده القدره، لكن انا بنميها له بالنضج، ان انا بعلمه اه يا حبيبي، فمره يقول لي ماما بابا، يبتدي هو يقلدني، هو بيقلدني في كل حاجه. صحيح. فمن فضلك وهو صغير، شهور سنه، ما اقولش انه صغير ومش واخد باله، لا الوقت اللي انا قاعده معاه ابتدي اتكلم معاه، احكي له حدوته. يعني قد ايه ابله فضيله الله يرحمها ويحسن اليها كانت قايمه بدور الحكي ده من اجمل الحاجات اللي ممكن تكسبي قيم وتكسبي معلومات اندايركت بطريقه غير مباشره. البطه ما غسلتش اسنانها فاسنانها وجعتها، انا ما قلتلوش خالص اغسل سنانك، مم. ما قلتلوش سنانك وجعك، لا خالص، البطه بطريقة غير مباشرة. مباشره. صحيح. فانا اقعد احكي معاه وما قلتش هو هيفهمني، اه هيفهمك، هو هيدي رد فعل عليا، اه هيدي رد بيتخزن فعل، حتى لو مش باين لا في وقتها، وهيدي، خلي بالك بيتخزن انت، ويطلع بعدين. خلينا نقول في تعليم اللغه، انت بتقعدي تسمعي كتير 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 على ما بتبتدي تتقني انك تردي صح. مم. ما تستعجليش ابنك، ما هو نفس الفكره، هو صحيح. دماغه صفحه بيضاء، ابتدي كلميه كتير، اتكلمي واحكي، هبص تلاقيه تاني مره بيرد عليكي بطه، هيبتدي مم. تنمي له اللغه بتاعته، واللغه دي قوالب الفكر، يبتدي تفكيره يشتغل، يبتدي يعرف بين النموذج اللي في دماغك اللي انت قلتي له على شكله وبين الواقع. طب البطه دي كبيره، طب صغيره، طب ده صح، طب ده غلط، طب انا مسكت ده، طب انا سبت ده، يبتدي يكون بقى النسيج الاجتماعي اللي هو عايش فيه في الواقع، مش في الخيال، صحيح. مش في ثقافه تانية، في ثقافتي انا، في بيتي انا، في مجتمعي انا. ده وهو صغير. طب هو كبر شويه، ابتدي صاحبه، خدت ايه في المدرسه، نقعد نحكي، مم. نتكلم مع بعض. احنا مشكلتنا او مشكله بعضنا، بلاش اعمم، ان في ناس كتير بقى مشغوله والاولويات بتاعته هو مش مقسمها بطريقه عادله. خليني صحيح. اقول، للأسف. يعني انا ممكن اكون بشتغل فتلاقي حد مدي قدر كبير جدا من وقته لشغله، وعلى حساب بيته، زوجته مثلا او زوجها او ولاده، فتبص تلاقيكي بعد فتره خسرتي حاجات. مم. والعكس، ان انا مش مركزه في شغلي ومركزه لا، المفروض اي حد
خلي بالك بتكلم كده على الست اللي هي بتشتغل. محتاجه مجهود طبعا، عشان ما ننكرش انه الموضوع محتاج صبر ده طبعا ومجهود، بس بس كل محتاج حاجه وعي. محتاجه بصي، كده قبل الصبر عايز وعي. وعي. صحيح. عارفه الكواليتي، الجوده بتاعه الساعه اللي بقعدها مع ابني. انا ممكن اقعد معاه، ست بيت قاعده معاه 10 ساعات وانا مش موجوده. صحيح. وممكن اكون بشتغل وهو بنرجع من الحضانه، من المدرسه، من ايا ما يكون، وبنقعد مع بعض نص ساعه ساعه، هي بالنسبه له الدنيا كلها، صحيح. وبينتظرها من اليوم لليوم. ببقى حنينه عليه، بحبه، بظهر له حبي. انت عملت ايه النهارده؟ حتى لو هعاقبه بسمع. اسمع منه، بسمع يحكي لي. وافهم منه. الحكي اللي هو بيحكيه لي ده مش ان انا بسمع منه عشان اقول له لا انت غلطان لا، ده انا بعمل خيط عاطفي ما بيني صحيح. وما بينه هيمتد لحد نهايه العمر. تبص تلاقي كده في الجيل الاكبر، تلاقي زوج يقول لك انا ما برتاحش لما اقعد اتكلم مع ماما واحكي لها على كل حاجه. وهو سعيد في حياته الزوجيه، مش معناه ان هي مقصره معاه، لكن هو اتربى ان الكيان ده، المكان ده، الشخصيه حاجه، فبحس بالامان، بتديني الامان. اعظم حاجه في العالم. ما خليش اعادي ان هو عقاب، ان انا الزعيق بزعق، وانتقاد. ان انا بوجه بطريقه مباشره، لا انت كان المفروض تعمل. مش صحيح. بطريقه مباشره. ان انا ابقى قدوه انا في حد ذاتي، وابقى ابتدي اعدل. ما هو انا هعدل السلوك امتى؟ اما اسمع. طب انا لو بقفش مش هسمع، صحيح. فمش هعدل. ولا هو بعد كده هيحكي فه... تاني ولا ده هيتكلم. هيبقى بقى كمان، هو بقى داخل بيئه تانية خالص. خلاص بقى، ما هو انت مش فاضيه لي، مش بتسمعي لي. لو قلت لك حاجه بتزعقي لي. لو انا غلطت بتعاقبيني عقاب مضاعف للغلط اللي انا غلطته، ممكن يكون غلط بسيط، فانت بتصوري. طب خلاص بقى، طب وانا هوجع قلبي ليه، ووجع قلبها ليه، واضايقها ليه كل شويه ونزعق ونعمل؟ صحيح. لا خلاص. نفصل احسن، بيبقى عندهم المنطق الدماغ التعامل. بتبقى كده. لا خلاص، انتوا بقى يعني خلاص، انا الدنيا حلوه والدنيا جميله خالص. خلي بالك ده امتدادها على الوقت. وانا بربي بقى ودخلت مرحله طفوله متاخره ومرحله مراهقه، تبص تلاقي بقى النواتج دي، والناس تبتدي تعمل بانوراما على طريقه التعامل. لا سمح الله ما يحصل مشكله. مم. بص الاقي ابني عنده مشكله ما، مشكله نفسيه، غلط غلطه مثلا ما كانش ينفع، لو انا في توجيه صغير قد كده ما كانش يعملها. بعد الشر جريمه بقى، او انه اذى نفسه، انه حد تنمر بيه، حد ضايقه، وهو ما فيش الخيط انه يجي يفضفض. ده اذا عرفوا اصلا الاهل ما غير هو ما هم بي- ما متاخر انا من ما انا كتر قلت ما ايه هم بقى، مش هي سامعين. بتعمل فلاش باك امتى؟ اما بعد الشر حاجه كارثه حصلت، صحيح. مشكله صغيره، او بعد الشر نسمع بقى نقول لا سمح الله حد انتحر، حد، الحاجات دي كلها ليه؟ عشان القنوات اللي هي اللي بتهدي اتقفلت. صحيح. ما بيجيش يحكي. ما هو انا دلوقتي لما حد يضايقني وانا ما احكيش لحد، انا بعمل ايه؟ او ببقى عامله احكي زي للحد القنبله الغلط الموقوته. اللي هيستغل ده. القنبله الموقوته. طب انا ما فيش حد قادره احكي له. طب انا لو حكيت له هيزعل، يقول لي انت ما عملتش ليه؟ لا انا مش هحكي. هتنيني انا عماله الموضوع يتضخم معايا، ممكن يكون موضوع صغير جدا، ولو حد اكبر مني يحله لي في حاجه قد كده. ودي نصيحه صحيح. برضو للولاد لو بيشوفونا. لو انت عندك اي مشكله، اعرف في العالم كله كل محدش حاجه ليها هيحبك. حل من الاهل. بالظبط كده، صحيح. هيحبك ويديلك كل اللي انت تتخيله، اكتر من الام والاب والاهل. هو طبعا عشان للاسف يا دكتور في اهالي كتير قوي زي ما بنقول بيبقوا جادجمنتال كده، زي ما بيقولوا بيحكموا على الطفل، فبيبقى خايف يتحكم عليه من اهله، لان هم لما بيسمعوه يا بينتقدوه يا او فعليا بيلوموه. تص عليه، او بيلوموه وبيسموه يعني ايوه بيصنفوه بقى، انت فهو ما خايب، بيبقاش انت مش عايز بتعرف ده. تاخد حقك. للاسف. انت طب ما حد عشان نبقى واقعيين يا دكتور، واللي بيسمعنا برضو في امهات ممكن تبقى بتعمل مجهود مع اولادها وبيحاولوا يسمعوهم، وبيحاولوا على قد ما يقدروا يعني، طبعا صحيح. مع الضغوطات اللي حاصله حوالينا والضغوطات التكنولوجي الزياده والسوشيال ميديا واللي حوالينا اصلا كلنا ده بيعتبروا برضو في ناس تانية بتربي ولادنا معانا ده يعني مش حقيقي. احنا المجتمع صحيح. اللي حوالينا. زمايلي. الضغط كبير قوي بالظبط يعني، فانت مش هتغيري مجتمع بحاله، انت بتحاولي مع اولادك بس. صحيح. يعني في امهات بتحاول، بس عشان نبقى واقعيين هتلاقي امهات بتقولك دلوقتي انا بعمل اقصى ما عندي، لكن الولاد في مقاومه منهم، يعني في ريزيستنس رهيب ان هم يبقوا في ترابط اسري، نيجي حتى زي كده ما بنقول اعياد يبقوا رافضين او مش حابين او رايحين على مضض، فتلاقيهم حتى هم مجتمعين مع اسرتهم قاعدين واخدين جنب منفصلين. ماسكين برضه السوشيال ميديا والجيمز والحاجات دي. فاوصل ازاي للولاد بقى يعني خلاص كبروا ده في مقاومه، اوصل لهم ازاي اهميه الرابطه الاسريه دي، اهميه الاسره. حلو قوي. شوفي، تاسيسا على اللي احنا قلناه، هو ما بيلاقي نفسه مع زمايله بيحبه فبيرتبط بيهم، فيزيكال او اونلاين. مظبوط. طيب هو عشان يرتبط بالاسره والعيله الكبيره والعيد ونتجمع،
يبقى لازم يرتبط بالناس دي. لان تيجي مثلا راح عند جدته يقول لك يا ماما الناس كلها كبيره، انا هقعد اكلم مين؟ صح. صح، بيقول لك كده لانه مش لاقي نفسه، لانه هو حاسس انه قاعد في قاعده مش ملبيه احتياجاته. مش هنقعد نهزر، مش هنقعد نضحك، مش هنقعد ده. فابقى اشوف ابني او بنتي بيحب ايه، واحاول ان انا وانا بوجهه لمكان ما او لناس هنقعد معاهم ان انا اوفر ده في القعده دي. حتى لو مع جدته، على فكره في اطفال جدا وشباب بيحبوا جدتهم وابوهم بصوره صحيح. كبيره جدا، يمكن يعني تتجاوز الام والاب. ليه؟ عشان بيلاقي فيه الحته اللي هو عايزها، بيقعد يسمع له، يتكلم معاه. ويا سلام بقى ما يقعد يقول له فاكر ابوك اللي عامل كبير ده وهو صغير ده كان بيعمل، يبقى دي بتدي له احساس كده بس السلطه اللي عماله وبيحبوا الولاد على فكره، لو اه ده موجود بتلاقيهم بيبان عليهم ان هم بالظبط، حابين ده. ويبقى حابب ده. فان انا اشوف ولادي بيحبوا ايه وايه اللي بيجذبهم بره النطاق بتاعي ونطاق عيلتي كبيره، قرايب بابا، قرايبي، وابتدي اجذبه. ده بيحب الكلام والهزار، يبقى احنا ممكن نقعد، هقول لو احنا عندنا حد بيهزر نقعد، يبقى ده لازم نحرص على انه يبقى موجود، لانه هيلبي له الحته هيخليه يحب المكان، بيحب القعده يحب القعده ويحب المكان. دخلوا فلان، لا لا ده انا جاي، ده دمه خفيف قوي، ده طنط انا بحبها او كده. اشركهم معايا في حاجه كمان، يعني وارد ده مش حاصل، يعني ممكن اشركهم. هل ده يفرق ان انا دايما احاول اشرك الولاد معايا في الحاجات اللي احنا بنعملها ككبار، لانه بيبقوا ساعتها انا شايفين. انا انا خليني اقول ان هو في تصرفه عايز حاجتين. مم. عايز انا حابب ده فانا هعمله، وانا عشان ماما بتحب ده وانا بحبها فهعمله عشانها او بابا. يعني الاثنين، صحيح. هو كل حاجه بالحب. يعني انا مش هاجي اقول لا احنا لازم نروح خلاص هنروح بس انا مش موجود، انا قاعد بس مش موجود، وده بتلاقيه. بس خليني وانا وانت رايح بتعمل الفعل ده ايا ما يكون، كأب وكأم وكناس، هو حابب ايه، هو عينه على ايه. صحيح. هو بيحب الهدوء، خلاص يبقى المكان هيبقى فيه قدر من الهدوء. بيحب الهزار، هيبقى فيه قدر من الهزار. وهو صغير، اما بيكبر شويه خلاص بيبقى حصل له انتماء وحب للمكان وللناس. انا ببذل مجهود شويه عشان اعمل له عمليه توطين مع المكان والناس. لكن هو لو خلاص انطلق وبقى يحب المكان ورايح، ده ممكن يسيبني ويروح يقعد عند خاله وعند عمه شويه، عند جده، عشان هو بيرتاح هناك. بس انا في الاول انا اعمل الشراره. صحيح. أنا المايسترو مين في الاسره؟ الاب والام. ساعات الموضوع بيطلع منهم شويه للاصدقاء، وده برضو لازم نحط عليه يعني تركيز كبير وستريس كبير، لان وده اللي يخلي الام تقول له هو انت مصاحب مين؟ مين بتروح معاه؟ لان اعرف اصحابه طبعا واصحابها. غالبا بنسبه كبيره جدا الاصحاب بيأثروا جدا على الولاد. والولاد في يعني اكتر من نمط يكون حابب الصاحب اللي شكله هو هادي فيحب الهادي، هو شقي فيحب الشقي. وفي طفل يحب يعوض، العكس، عايز يعوض. العكس. البيت عندي محافظ والبيت عندي كده، لا انا هشوف اللي هو، فاكره محمد هنيدي في الفيلم يقول لك انا هروح اتعلم السياقه، يعني فاكره الفيلم. أيوة. فانا يعني لا انا هشوف نموذج تاني خالص، لان انا معجب بالنموذج عشان ما جربتوش. صحيح. فحذاري من الازمه النفسيه دي، لانه ممكن ينجرف بقى متشد لحاجه لا تانية. لمشاكل كبيره. ممكن يكون صحيح. الشخصيه دي بس مش على بس شقاوه، ممكن يكون في تجاوزات تانية. فانا ابقى دايما محصنه نفسي وابني او بنتي من الخيط اللي بيني وبينه، يحكي لي تعالى، والكلام ده ما بيطلعش مره واحده. وما هاجموش ولا صدوا، لان بنلاقي ساعات الولاد يا مش دكتور لو هتكلم. هاجمتيه في اصحابه مثلا ان دول كذا وابعد عنهم مش عارف ايه، بيبقى في حته عند كده. لا مش هيحصل، بالظبط، يعني انا لازم بطريقه غير مباشره ارمي صحيح. له حاجه، اقلقه، احسسه ان هو او هي يعني خلي انا قلقانه من كذا، احسن يحصل يعني حاجات بطريقه غير مباشره، كلام لان حضرتك هم صح تماما، عنيدين جدا يعني. صح تماما. وابتدي احط عينه على حاجات. هو صاحبك ده لو انا مثلا ملتزمه بالصلاه، صاحبك ده بيصلي معاك؟ هو ممكن يقول لي في الاول لا، او يكذب عليا او حاجه. فانا ابتدي واحده واحده، بس انا شكله كده، هو منين، هو مامته ايه، بابا ايه. يعني ممكن يكون المستوى الاجتماعي والاقتصادي بعيد شويه، بس تكون الشخصيه كويسه. صحيح. انا هعرف ازاي اما احطهم تحت عيني؟ طب هات صاحبك وتعالى. بالظبط، انا اقرب ليا اصحابهم ليه. نظره كأم وكأب. يعني انت ممكن من غير ما تكلميه تقولي لا الولد ده هو حتى لو هو اقل او اكتر، لا بس ولد كويس. وما احكمش الحكم ده الاول والنهائي، ده حكم مبدئي. صحيح. مره في مره اتعمد انه يبقوا موجودين مع بعض عشان اشوف طريقتهم في التعامل مع بعض. الولد هل لما بيتكلموا مع بعض ويهزروا بتطلع تصرفات تانية مش اللي انا راضيه عنها. هتقولي لي الولد هيسمح لك والبنت هتسمح لك بده؟
هقول لك لو انا معه وهو صغير شويه احب هيسمح لي بده، مم. وخليني انمي الجزئيه دي، واحب اصحابه، واقول له لو عنده مناسبه هنجيب له هديه ولو رمزيه، عشان صحيح. هو يحس ان انا بقدر وجهه نظره، بعد ما يكون ده ثبت لي ايه ان وجهه نظره صحيحه. مش مم. هقدرها بقى يعني، مش هوقع على بياض يعني، ثبت لي ان وجهه نظره صحيحه، خلاص فيبقى امل دي لا دي كويسه وتدخل بيتنا وتقعد معانا. صحيح. ما يعني هي الخلاصه يا دكتور، لان انا برضو وقتي قرب ينتهي، انه يعني ندي تبس كده للناس برضو عمليه، عشان يعني لو واجهوا ده واجهوا مقاومه طول الوقت من الولاد من فكره ان الاسره والتجمع، حتى لو الاسره الصغيره، مش هخرج للي بره قوي لان ساعات بيبقى صعب قوي تسيطري على ظروف المحيطين بيكي صحيح. وبقيه العيله الكبيره والكلام ده، حتى لو هقدر احقق ده جوه الاسره في البيت. تدينا برضو تبس كده يعني، غير بقى العند، فكره ان انا ما عاندش مع ولادي وان انا ما هاجمهمش طول الوقت، لا ده لا ومش هتعمل كذا لان اكيد هيعندوا. صحيح. تبس بقى عمليه كده سريعا، ايه تاني ممكن اعمله مع الولاد كده في نقط انه اقربهم ليا واقربهم من فكره الاسره واحببهم في ده، مش انه بس يقربوا خلاص يبقوا صحيح. حابين. خلينا نقول هو انا لو رايح مكان او رايح كده مش بحدد هدفي الاول قبل ما اطلع واروح المكان ده، امم. صح؟ طيب ولادنا دول مشروعنا القومي، صحيح. صح؟ مشروعنا القومي ده وجودنا، صح. بلس كل الحاجات اللي جايه دي بتخدم على الهدف الكبير، ان انا بنشأ حد انا راضيه عنه وحباه ويبقى صالح في المجتمع اللي انا فيه. بدل حددت الهدف ده هبتدي صح. في الاول، خلينا اقول ان انا هبقى هصاحبه، هنشأه على العادات الصحيه السليمه دي. مم. هتقولي لي ايه علاقتها دي بالتواصل والاسره وكده؟ وهو صغير لو انا بديله حاجات صحيه بطريقه حلوه هيحب البيت ويحب اكل البيت مم. ويحب القعده بتاعتنا، يعني فاهماني؟ مش صحيح. هيبقى حابب بقى انه يروح مع اصحابه، هيروح ماشي بس مش على طول، يبقى ده مم. الاساس. وده كده يبقى هحبه، ههتم بتغذيته تغذيه صحيه، ههتم بعقله وروحه. مم. بعقله بان انا الالعاب اللي بيحبها اجيبها له بس واقعيه فيزيكال مش اونلاين، مم. عشان حاجات واقعيه، العاب ذكاء، اتكلم معاه، اشاركه دنيتي. عارفه انت حتى ما يبقوا اتنين متجوزين يقول لك ده كل واحد لينا اهتمامات مختلفه، مم. فتقولي لهم ايه؟ دوروا على مساحه مشتركه عشان تتجمعوا صحيح. فيها. نفس الفكره، دوري على ادخلي له عالمه وخدي لي العالم بتاعك. وانت بتحبي صحيح. القرايه نشارك بعض يعني، شويه نشارك بعض، معايا وشويه معاك. بالظبط. يبقى انا كده اهتميت بالجسم، اهتميت بالروح، اهتميت بالعقل الاول لو انا قرايه مم. او انشطه ذهنيه، اهتميت بالروح ان انا بروح للأسف الكنيسه يا كل دكتور اسبوع. لأن اه الوقت انتهى. تمام. يعني جملة بس طيب نختم بيها أخيرا، اللي هي المشاركة دي أهم حاجة في كل بقى مجالات الحياة. تمام، المشاركه في كل مجالات الحياه، الحب، الوعي باهميه الدور اللي انا بقوم بيه. تمام. طبعا دي كلها بتترجم لأفعال كتير قوي، اكيد. عارفين إن هي مجهود كبير جدا بس مهمة جدا، لأن نقطة مهمة قوي حضرتك قلتيها وأحسن حاجة يعني اللي هو نختم بيها، أنا بحط إيه التارجت بتاعي، وإن ولادي دول هم صحيح. التارجت في حياتي، هي دي الأولوية، أنا بحط هدف. فدي مهمة جدا يعني. صحيح. بشكر حضرتك جدا دكتورة أمل شمس. سعدت شكرا بوجودي ليكي يا معاك. دكتور، أستاذ علم الاجتماع، شكرا ليكي. اشكرك. وبشكر كل مشاهدينا، والى لقاء اخر وحلقه جديده وموضوع جديد من فنجان قهوة.